عمرك جربت تبني كوبري قبل كده؟ مش لعبة، لا كوبري حقيقي يشيل وزن ويفتح عشان السفن تعدي من تحت ويقفل عشان العربيات تعدي من فوق. والاغرب بقى ان كل ده لازم نبنيه بخشب النخل بس. ده بقى كان اول مشروع ليا في ستيم، ومش هبالغ لو قلت انه علمني دروس عمري ما هنساها، مواقف اتحفرت في دماغي عمري ما هتخطاها، تحديات، لحظات كنا فيها على وشك الانهيار والتفكك، وفي الاخر ورغم كل ده حولنا شوية خشب بسيط لكوبري كامل، رغم ان فريقنا كان اقل فريق في المدرسة كلها. عشان كده فيديو النهارده هحكي لك القصة كاملة خطوة بخطوة، وازاي من اول فشل قدرنا نخرج باول نجاح. المشروع كان في الترم الأول وكان التحدي كبير من أول لحظة. الفكرة المطلوبة كانت بسيطة في شكلها بس صعبة جدا في تنفيذها. كنا لازم نبني كوبري بيسمح لعبور العربيات من فوق وفي نفس الوقت يفتح ويقفل عشان يسمح لعبور السفن من تحت. بس مش أي كوبري، في شوية شروط كده تبان مستحيلة. لازم نستخدم مادة واحدة بس وهي خشب الجريد أو النخل البلدي. الكوبري ما يعديش متر في طوله ووزنه ما يزيدش عن 20 كيلو. لازم يتحمل 5 كيلو محطوطين في أضعف في نقطة فيه في نص الكوبري بالظبط. وطبعا ممنوع نفتح الكوبري بايدينا، لازم نخليه يفتح بطريقه معينه باي ميكانيزم احنا نختاره. مش عارف ده بناء كوبري ولا شروط جوازة صالونات ولا ايه بالظبط. انا اسف بهزر والله بهزر. المهم ليه بنعمل كل ده؟ علشان نحاول نحل مشاكل حقيقية زي قلة وسائل النقل في المناطق الريفية، الزحمة والتلوث اللي بيخنق المدن، التصحر وعدم الربط بين القرى والمراكز. يعني من الآخر مشروع هندسي بسيط في شكله لكن وراه هدف ضخم، وإحنا كطلبة في أول سنة لينا في ستيم كان لازم نلاقي له حل حقيقي. نيجي بقى للتحديات اللي واجهتنا. اول حاجه وكانت صدمه من العيار التقيل، احنا طبعا اتقسمنا فرق بشكل عشوائي لان محدش يعرف حد وكله لسه جديد. فلما خلص اليوم الدراسي قررنا نعمل اجتماع سريع عشان نعرف مين القائد ونفكر في فكره شويه. بس قبل ما نبدا الاجتماع واحد من الفريق قال يا شباب كملوا براحتكم انا كده كده هحب. طن طن طن. فسألنا ليه؟ قال لنا انه اتقبل في مدرسة متفوقين عين شمس وانه ناوي يسيب المدرسة ويحول هناك. وبالمناسبة أنا برضه اتقبلت فيها على فكرة. فجأة بقينا 4 أفراد بدل 5، وده كان أول تحدي ولسه ما بدأناش شغل أصلا. ومن هنا التحديات بقى كانت كتيرة جدا. أولا الخشب، إحنا أول مرة في حياتنا نشتغل بحاجة اسمها جريد أو خشب بلدي. كان ناشف جدا وصعب جدا تتعامل معاها وتشكله. أسئلة كتيرة بتدور في دماغنا، نجيبه منين، نتعامل معاه إزاي، نلزقه إزاي، نركبه ببعضه إزاي من غير ما ينكسر وهكذا. ده من شدة جهلي عنه أنا من هنا واتقبلت في ستيم هنا، فالمفروض اني عارف ضواحي هنا وعارف من فين نجيب الحاجات من اماكن كويسه وباسعار كويسه. بس بالرغم من كده ما كنتش اعرف من فين نجيب الجريد ده ولا اعرف اي حاجه عنه. ثانيا نظام الفتح والقفل، كان لازم نبتكر طريقة نخلي الكوبري يفتح ويقفل من غير ما نستخدم ايدينا. نستخدم موتور ولا اردوينو؟ طب نعمله يدوي ولا اوتوماتيكي؟ هل نخلي الحركة بتاعته تقليدية ولا نعمل حاجة مميزة؟ كل الاحتمالات مفتوحة وكل حاجة محتاجة دراسة وتجريب عشان فلوسنا ما تروحش على الفاضي. وفي الاخر طلعنا بفكرة مفيش اي تيم في المدرسة عملها. ثالثا التوازن وتوزيع الوزن، علشان الكوبري يتحمل 5 كيلو في النص كنا لازم نوزن كل حاجة بطريقة صح. اشتغلنا على أماكن تثبيت الدعامات، وكل ده عشان أبسط تفصيلة كانت ممكن تخلي الكوبري ينهار وما يستحملش الوزن. وفي الآخر حلينا موضوع الدعامات ده بطريقة مش هتتخيلوها، لدرجة إن إحنا التيم الوحيد اللي عملنا الدعامات في الكوبري بتاعنا بالطريقة دي، وتقريبا كانت أحسن حاجة في الكوبري بتاعنا أصلا كله هي الدعامات. رابعا العمد اليدوي، طبعا مفيش تمويل ولا دعم مادي من جهة حكومية او نفوذ بنكية عالية في الدولة، فما كانش في حد يشتغلنا، فكل حاجة كنا بنعملها بايدينا، سواء كانت قطع خشب، لزقه، اعادة تشكيله، تجميعه، تجارب على المشروع، كل حاجة حرفيا. واحيانا كنا بنشتغل بسلك وشوية خشب ومسامير لانهم عند النجار، او نقدر نقول ان عملنا الكوبري بالكامل عند النجار. عامة نسبة 90 إلى 95% من الشغل كان بالكامل يدوي. خامسا كتابة علمية
لأول مرة. مش بس الكوبري، كان مطلوب مننا إننا نكتب بوستر وبورتفوليو ونحل جورنالات، وكل ده لازم يكون كتابة أكاديمية Academic and Scientific Writing، وممنوع نستخدم أي ذكاء اصطناعي أو أدوات مساعدة. وإحنا ولا واحد فينا كان يعرف يكتب سطر واحد بطريقة أكاديمية أصلا. أقصى حاجة كانت إن نكتب باراجراف عن قدوتك في الحياة، واللي غالبا أصلا بيكون محمد صلاح، مش عن كوبري ومسامير ولخبطة الدماغ دي. سابعا، المضاربات والاختلافات. كنا بنتخانق كتير كفريق، وكل واحد عايز ينفذ فكرته، وكل واحد شايف نفسه صح، وفي اللي ما كانش حابب يشتغل اصلا. بس كل ده علمني درسين عمري ما هنساهم: ازاي تتعامل مع اختلاف الشخصيات، وازاي نشتغل فعلا كفريق مش بس كافراد في نفس المشروع. طيب بعد كل المشاكل اللي كلمتك عنها دي، عملنا ايه بقى؟ اول تحدي العدد. احنا كنا اقل فريق في المدرسة كلها، 4 افراد بدل 5. كان لازم نتقبل الوضع ونشتغل اكتر من اي فريق تاني. بس الصراحة الشغل الحقيقي ما بدأش الا قبل التسليم باسبوع، زي ما دايما بيحصل. الاسبوع الاخير ده بيكون كله توتر وضغط وازمات اجتماعية ومحدش طايق. تاني تحدي الخشب. عشان نحل مشكلة خشب الجديد، اضطرينا نستعين ببعض الخدمات من الفرق الخارجية عشان نعرف نشتريه من فين ونلزقه ازاي ونثبته ازاي والكلام ده. ففي النهايه احنا كلنا دفعه واحده، كلنا على قلب بعض، ولو حد محتاج مساعده بنساعده عادي. وفعليا من كتر تقطيع الخشب مش هستغرب لو كانت طلع لي عضلات في ساعتها. انا اسف عزيزي وتعب، اخلص مش هعملها تاني، انا اسف. ثالث تحدي نظام الفتح والقفل. قررنا نستخدم اردوينو، ودي كانت اول مره ليا اتعامل معاه، فبدات اتعلم عنه من الصفر واتفرج على شويه شروحات واجرب عليه شويه واتعلم عليه وهكذا. الفكره اللي وصلنا لها كانت غريبه جدا ومميزه. نعمل كوبري اسمه ليفت بريدج او كوبري المصعد، يعني الطريق كله يترفع لفوق والسفينه تعدي من تحت، بعد كده الطريق ينزل تاني والعربيات تعدي عادي. ومفيش اي تيم في المدرسه خطرت في بال الفكره دي غيرنا، بس للاسف الخطه دي فشلت، لان السيرفو اللي كنا محتاجينه عشان يرفع الطريق لفوق ما كانش موجود في مصر اصلا. فغيرنا الخطه وعملنا كوبري يفتح بشكل عادي، بس برضه حاولنا نخلي فتحه بشكل مميز مش تقليدي خالص. رابع تحدي التوازن وتحمل الوزن. قلنا بدل ما نعمل الكوبري 3 اجزاء ثابت متحرك ثابت، ليه ما نعملوش 5 اجزاء ثابت متحرك ثابت، اللي في النص متحرك ثابت. فالجزء الثابت اللي في النص ده هو اللي كنا نحط عليه الوزن، فحطينا من تحته دعامة عشان هو اصلا ثابت، فهيبقى الجزء ده اقوى جزء في الكوبري كله فيستحمل الاوزان العالية. كمان عملنا تركيب جديد للدعامة، زي ما انت شايف الصورة اللي قدامك دي، كل الخشب متوصل ببعضه، الجزء الثابت متوصل بالمتحرك متوصل بالدعامة اللي من فوق دي، فبقي الكوبري كله عبارة عن قطعة واحدة، ما عدا الجزء الاوسط اللي ما كانش متصل بباقي الكوبري لانه كان محتاج يتحمل وزن عالي. والنتيجة الكوبري بقي قوي جدا لدرجة ان انا قعدت فوقه الكوبري استحملني عادي. كنا فرحانين جدا ساعتها لان ده كان انجاز حقيقي قدرنا نعمله. خامس تحدي الكتابة الاكاديمية. الصراحة دي كانت مشكلة عامة لكل الفرق، بس انا كان عندي ميزة بسيطة، انا الحمد لله كنت جاي من اعدادي بمستوى انجليزي قوي، فقدرت ان انا اتطور بسرعة، بحيث اني بعد شهر تقريبا بدأت اتعود اكتب البوستر والبورتفوليو بايدي من غير اي مساعدات خارجية. طبعا في الاول كنت بستخدم شات جي بي تي كعامل مساعد وبعض ادوات الذكاء الاصطناعي، بس الحمد لله بقيت قادر اعتمد على نفسي بشكل اكتر، بل ممكن حتى بشكل شبه كامل. ده حتى مستوى البلو بتاعتي في الجورنال بدي اعلى، ولو مش عارف يعني ايه بلو ارجع لاول فيديو في القناه شرحت فيه كل حاجه. سادس تحدي الخناقات والدراما اللي ما بين اعضاء الفريق. زي اي فريق كنا بنتخانق كتير، بس كان في موقف صراحه مش هقدر انساه. في مره كنا متاخرين جدا، وقائد الفريق هو الوحيد اللي كان شغال في الفريق كله، كان واخد كل الشغل لنفسه ومش مشغل باقي اعضاء الفريق وهو لوحده اللي شغال. انا وقتها قررت اطلب المساعده من طالب في سنه تانية عشان يتصرف في الموضوع ويتكلم معاه. إيه اللي حصل؟ هما الاتنين اتخانقوا مع بعضهم خناقه كبيره، وقائد الفريق بتاعنا افتكر ان واحد تاني هو اللي اشتكى عليه، وراح جاء خدي من اوضتي ورحنا احنا الاتنين لعنده وقطعنا عليه مذاكرته واشتغل يزعق فيه، وهو الغلبان مش فاهم اي حاجه وعمال يقول له يا اسطى انا مش فاهمك، انا ما عملتش حاجه، وانا طبعا في الخلفيه قاعد بموت من الضحك بس ماسكها بالعافيه. فيا ليسي لو بتشوف الفيديو ده انا اسف جدا لان انا اللي اشتكيت. دخلنا المعرض وكل حاجة كانت جاهزة إلا أهم حاجة، الكوبري ما كانش شغال. السبب ليلة المعرض الموتور اللي كنا مستخدمينه عشان يفتح الطريق
اتحرق، وده كان قبل المعرض بكام ساعة بس. اضطرينا نتعامل مع الموقف بأبسط طريقة ونقدم اللي نقدر عليه، وطبعا كنا متأكدين اننا هننقص في الدرجات بسبب الحركة دي. بس المفاجأة اننا ما تخصمش مننا زي ما كنا متوقعين. اي نعم اتخصم مننا جريد كامل، بس كنا متوقعين ان احنا هيتخصم مننا اكتر من كده، فما كانتش الكارثة اللي هي. وده لان المعرض مش بيقيم المشروع بس، البوستر لوحده عليه 40% من التقييم، واحنا الحمد لله البوستر بتاعنا كان قوي وما فيهوش مشاكل، وبكده قدرنا نعدي اول معرض لينا في ستيم. ورغم كل حاجة خرجنا بمواقف ودروس وتحديات عمرنا ما هننساها. اول مشروع ليا في ستيم ما كانش مجرد واجب، دي كانت تجربه علمتني كتير عن نفسي وعن الشغل الجماعي، وعن ان الفشل احيانا بيكون اول خطوه للنجاح. ولو كل مشروع هيكون كده باستثناء الجزء بتاع الموتور، فانا مستني الترم الجاي من دلوقتي. الفيديو ده كان نوع من الفضفضه عشان تشوف بنفسك الضغط الحقيقي اللي ممكن تواجهه في مدارس ستيم. في الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمك عن اختبار القبول، ازاي تجهز له، وايه احسن الكورسات اللي ممكن تاخدها واللي فعلا هتفرق معاك وترفع ان شاء الله نسب قبولك. لو الفيديو ده فادك او عجبك ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع اصحابك او اخواتك او اي حد حاسس انه محتاج للكلام ده. انا اخوكم احمد محمود، اشوفكم قريبا في فيديو قادم، وبس مع السلامه.